أهلا بيكم في قناة قافلة، القناة اللي بتحرك لك العالم. النهاردة هنتكلم عن أول خطوة في طريقك لعالم الاستيراد والتصدير. ناس كتير فاكرة إن الاستيراد والتصدير محتاج رأس مال كبير وعلاقات، لكن الحقيقة غير كده خالص. لو فكرت تبدأ مشروع استيراد وتصدير ومش عارف تبدأ منين، الفيديو ده معمول ليك مخصوص. يعني إيه استيراد وتصدير؟ ببساطة الاستيراد إنك تجيب منتج من بره بلدك وتبيعه جوه بلدك، والتصدير العكس، إنك تبيع منتج من بلدك لدول تانية. الأطراف الأساسية في العملية: أي شحنة في العالم بتمر على 4 أطراف أساسية: المورد سبلاير، المستورد أو المصدر أنت، شركة الشحن زي شركتنا قافلة، الجمارك. أهم المستندات المطلوبة: في شوية ورق أساسي لازم تعرفهم: الفاتورة التجارية Commercial Invoice، قائمة التعبئة Packing List، بوليصة الشحن أو Airway Bill، شهادة المنشأ Certificate of Origin. الاستيراد والتصدير مش مجرد شحن بضايع من بلد لبلد، هو منظومة كاملة فيها قوانين، جمارك، شحن ومخاطر لازم تكون فاهمها. أول حاجة لازم تحدد نوع المنتج اللي هتشتغل فيه، هل هو منتج مطلوب في السوق المحلي وهل عليه قيود جمركية؟ أهم نصيحة للمبتدئ: ما تبدأش بكميات كبيرة، ابدأ صغير، جرب السوق وافهم الدنيا ماشية ازاي. الإجراءات الرسمية: بعد ما تختار المنتج لازم تسجل شركتك رسمياً وتحصل على سجل تجاري وبطاقة استيراد وتصدير. دي المستندات اللي بتخليك تقدر تتعامل مع الجمارك والشركات الدولية بشكل قانوني. اختيار طريقة الشحن: في نوعين رئيسيين للشحن: بحري أرخص لكنه أبطأ، جوي أسرع لكنه أغلى. اختيارك يعتمد على نوع المنتج والميزانية والوقت المطلوب. قبل ما تبدأ أي صفقة لازم تحسب التكلفة الكاملة: سعر المنتج والشحن والجمارك والنقل الداخلي. دي المعادلة اللي بتحدد إذا كانت الصفقة مربحة ولا لأ. لو عايز تدخل عالم الاستيراد والتصدير بثقة، تابعنا في الحلقات الجاية، هنتكلم عن اختيار الموردين، التفاوض والشحن الآمن. قافلة، نحرك لك العالم.